مرحبا بكم. والفنان لطفي بوشناق يا الخضراء يوصلنا قريب نوصلوا للربع ساعة الأخرى من نهاية الحصة. وبحذانا صديق البرنامج هو سي صادق كوكا رئيس الاتحاد العربي لرياضة الكيوكيشينكاي. قلتها صحيحة المرة هذه ولا؟ أول مرة نقولها صحيحة، يعطيك الصحة. مش نعطيك سنتير نوار تو، فهمتني؟ لا. مرحبا بك سي صادق. بارك الله فيك. مرحبا، عامك مبروك. نشكركم كل على الاستضافة هذه في البرنامج هذا. والبرنامج هذا بالحق معناها رغم هو خذا الرياضة على عاتقه في عديد من المرات، وكل التظاهرات الدولية احنا كنا حاضرين في هذا البرنامج. نشكره هذا البرنامج ونشكرك فهمتني الله كل اللي يخدموا فيه. يعيشك. مرحبا بك سي صادق. باهي احنا باش نحكيو على البطولة العربية كانت بالمملكة العربية السعودية، وكانت فيها برشا مشاركات، دول مشاركه. ماذا بالك كانت تقدمها لنا وقتاش كانت البطوله هذه وشكون المشاركين فيها؟ الرياضه هذه بالحق معناها الكيوكشينكاي كاراتيه هو وانا ديما نحبك تفسر للساده المشاهدين خلي يفهموا شنو هو بالضبط الرياضه هذه وشنو هو الفرق ما بينها وبين رياضات اخرى، شنو هي الميزه نتاعها. ما يسالش هكا لفته صغيره. صحيح هي رياضه، هي الكلمه هي صعيبه، الكلمه تظهر لنا صعيبه. هي الكلمه هي الكيوكشينكاي ولا برشا ديما يقولوا لي شنو هذه، هي راهي فهمتني لا كلمه يابانيه، هذاك علاش فهمتني كل كلمه معناها تلقاها صعيبه، لكن التفسير نتاعها هي الحقيقه المطلقه. معناها تقول لك معركه حقيقيه، معناها لو كومبا سي ان كومبا كومبلي. شنو معناها كومبلي؟ راهو مش باش يقتل لا، عنده عديد من القوانين، لكن اللكمات والضرب وكل شيء معناها صحيح. وفما رياضات اخرى اللي هي الكاراتيه التقليدي، ربما نقولوا احنا هنا في الجامعه في تونس عندنا زوج جامعات، عندنا جامعه الكاراتيه وعندنا جامعه الكيوكشينكاي كاراتيه. معناها فما برشا ناس معناها عندها بالحق ما يعرفوش الفرق. هو تقريب في الفلسفه هي بيدها، لكن فما خلاف بين قوانين التحكيم. معناها فما هذا يلعب باللمس فقط نقاط، معناها ممنوع معناها باش تضرب القوه ولا بالقويل هذا، والاخر العكس معناها يربح كيما الملاك معناها يربح بالضربه القاضيه ويربح بالنقاط. هذا هو اللي معناها الكيوكشينكاي الحقيقه المطلقه. خلينا نمشيو للبطوله العربيه، المملكه العربيه السعوديه كيفاش كانت وشنو هو معناتها المشاركات نتاع اللي كانت فيها، معناتها الدول اللي شاركت. اول مره معناها المملكه العربيه السعوديه تنظم بطولة عربية، معناها احنا هذه بطولة عربية رقم 12. معناها تونس نظمت 5 بطولات عربية، والمملكة السعودية اليوم خذت على عاتقها، وعديد من الدول الخليج اليوم طالبين باش تكون البطولة العربية. معناها في دول الخليج معناها اعترفوا بهذه الرياضة وقاعدين معناها يطوروا في هذه الرياضة. عندنا بعض الصور هذه من البطولة العربية. هذه من معناها احنا السعوديه هي خذت على عاتقها البطوله هذه، وجاءوا عديد من الدول من الخليج من الشمال من افريقيا، كل معناها جاءوا عديد من الدول، تقريبا 12 دوله جاءوا فهمتني الله هذيك حاضرين. والبطوله كانت على احسن وراء، والتنظيم كان فهمتني الله معناها الطلبات كل موجوده. والهدف هو نتاع السعوديه بهذه البطوله العربيه، حتى كان معنا حاضر الرئيس الاتحاد الدولي اللي هو اسمه أنطونيو بينيرو، وايضا رئيس لجنه التحكيم الدوليه اللي هو زاد فهمت الله بول لوريس، اللي هما كانوا موجودين. وهذه كل معناها البطوله علاش جاوا هذوما الكل، وانا رئيس الاتحاد العربي. كل هذايا التجربه تحب السعوديه تنظم البطوله هذه، لانها هي عامله مطلب في بطولة العالم. جاوا فهمتني الله سعوديين وعملوا مطلب تنظيم بطولة عالمية. قلنا لهم احنا ما تعملوا بطولة عالمية إلا ما تعملونا بطولة عربية، قبل نشوفوا شنو هو التنظيم وشنو هو. وبالحق معناها تستحق السعودية اليوم المملكة السعودية بتنظيم بطولة عالمية في 2025. معناها بعد تقريبا سنة ونصف مش تكون بطولة عالمية في هذه الرياضة لأول مرة. معناها الرياضة هذه تدخل فهمت الله للوطن العربي وفي دولة عربية، ومش يكون في المملكة العربية السعودية. به مقبلة كنت تحكي لي على المشاركات وعلى تحصلت زادة على الميدالية الذهبية عايشة بالحاج علي اللي هي مقيمة في السعودية في الرياض. وقلت لي قداش بذلت مجهود وقداش كانت عندها مشاركة، يعطيها الصحة ساعة ومبروك لها الميدالية الذهبية. شنو رايك ناخذوها
والله بالتليفون معنا تو. والله تستحق الحق أي. بكل صراحه الشكر انه فيه معناها لاعبين فهمت ولا توانسه معناها اولاد وبنات، والمره هذه فهمت ولا من السعوديه عندنا زوز بنات. احنا هذه عندنا الرياضه معناها تنشرت في تونس، عندنا ولات معناها واخذه حظها. عايشه هي عايشه اللي معنا توا على الخط. عايشه بالحاجه عليه. هاي معنا، خلينا نقولوا الو. الو مرحبا عايشه. ألو. مرحبا عايشه. يعيشك. ان شاء الله الف مبروك الف مبروك الميداليه الذهبيه. يعيشك. يعيشك ميرسي. يعيشك. يعطيك الصحه على المجهود اللي بذلته، واكيد بالميداليه هذه انت ساهمت في معناتها يعطيك الصحه اللي نورت تونس اون فان كونت. وكان سي صادق يحكي لي، قال لي قداش المجهود اللي بذلتوه مجهود شخصي باش مشيتوا على عاتقكم، ويعني برشا تفاصيل كان يحكي فيها. دونك ماذا بيا تحكي لي على التتويج هذا شنو يعني لك؟ عسلامة عسلامة الناس الكل، نقدم لكم روحي. أنا عايشة الحاج علي، أصيلة مدينة السويسي ولاية المهدية، أستاذ تربية بدنية، اختصاص كاراتيه كيوكوشينكاي، حزام أسود درجة أولى. متخرجة من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية الساقط. متوجة بعدة بطولات في تونس، أكثر من 25 بطولة تونسية مرتبة أولى. بطولات عربية. البطولة هذه والله كلموني من تونس، كلمتني الجامعة التونسية، قالوا لي فما بطولة في باش تقام في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة. فرحت. أنا نخدم كوتش في صالة في نادي. اوكي، يعني حاضرة دائما بدنيا حاضرة. قالوا لي على البطولة جيت حضرت وتمكنت والحمد لله. سجلوا لي اسمي وشاركت. والتتويج يعني التتويج كان عنده طعم خاص، يظل الميداليه الذهبيه كمان. اكيد. اكيد مشيت حاطه في مخي ميداليه ذهبيه. انا حطيتها في مخي، قلت نمشي باش نربح ميداليه ذهبيه بقدره ربي. الحمد لله حضرت، مشيت شاركت فيها. تعب خدمه، ويعطيهم الصحه المديرين اللي في الخدمه. شجعوني واعطوني ايامات، خاطر صعب انك تاخذ ايامات راحه. واضح. اعطوني ايامات والحمد لله مشيت شاركت، والبطوله منظمه تنظيم محترم ما شاء الله عليهم. وما شاء الله علينا نحن التوانسه ديما منورين. يعيشك. يعطيك الصحه عايشه. وبحذايا سي صادق ممكن يحب يقول لك حاجه. تفضل سي صادق. والله نحب نشكرها برشا فهمت الله على المجهودات نتاعها اللي هي خذات راهو فهمت الله من الرياضه حتى المدينه المنوره فهمت الله. فما تقريبا ساعه ونص بالطياره. معناها مش سهله فهمت الله. كان معناها فما تعب، فما تضحيه. تقريبا حتى تذاكر فهمت الله خلصوها هما من عندهم هي وزميلتها فهمت الله اسمها بسمه ناصر. هذا معناها انا نحب نشكرها برشا فهمت الله على المجهود. على المجهودات فهمت الله. وان شاء الله تواصل كما هكاي وتحضر حتى في البطوله العالميه وتكون فهمت الله. علاش لا تكون ميداليه ذهبيه وقتها عندها بالحق فهمت الله طعم خاص ان شاء الله. نشكرها. اي حاجه باش تخلينا نرفع رايه تونس بقدرة ربي نحن ديما موجودين. يعطيك الصحة عايشة، مرة أخرى نقول لك ألف مبروك، إن شاء الله ديما متألقة. شكرا لك. ممكن نقدم؟ أي تفضل. أي يعيشك. كبداية نشكر رئيس الاتحاد العربي مؤسس الرياضة الكيوكوشينكاي في تونس صادق كوكا، ونشكره على المداخلة والفرصة هذه. نشكر رئيس الجامعة التونسية ستها بقة، ونشكر برشا 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 مدربي في الهادي تقية اللي فضل كبير عليا بعد ربي في تأثيري باش وصلت عملت كارير مزيان ومحترم الحمد لله. ونختم شكري لعائلتي الكبيرة الصغيرة، خالاتي كل أصحابي. وإن شاء الله بإذن الله فما بطولة عربية 2024 في العراق إن شاء الله نحضر لها ونمشي نجيب سنين ذهبية بقدرة الله إن شاء الله. شكرا ليك عايشة، إن شاء الله ديما متألقة. شكرا ليك. باهي هذم هما سي صادق الرياضيين نتاعنا ورياضيات التوانسه تبارك الله اللي عندهم دافع معنوي كبير
تجاه البلاد، وين ما يمشيوا يحبوا ينوروا وجه تونس، حتى لو كان احيانا مش الظروف الكل متوفره. كما قلت لك معناتها هي من حاولت باش تكون موجوده رغم معناتها حتى ماديا هي اللي خلصت البيان ومشات وكل. يعطيها الصحه معناها، وهذه تحيه كبيره للرياضيين الكل اللي قاعدين يبذلوا مجهود كبير معناها. والله هذاك هو كما قلت فهمتني، لا نشكرها برشا. وهاك تشوف فهمتني لا ببعض الرياضات احنا نتبعوا في الرياضات الكل، مش كان الرياضه نتاعنا نشوف فما ساعات تضحيه فما تضحيه فما تضحيه. نشوف ساعات بعض خاصة الملاعبية فهمتني لا نتاع الكورة فهمتني لا ساعات مثلا ما خذاش شهريته، معناها شهريته يعمل سابوتاج الجمعية فهمتني لا يقول لك ما نلعبش. الكورة معناها انا بين قوسين ما عنديش ضد الكورة، انا بيدي كنت كوارجي فهمتني لا ولعبت الكورة فهمتني لا مليح في الصغر نتاعي ونحب الكورة. لكن ساعات الصعوبة في الرياضيات الفردية هذولي، الصعوبة في الرياضات الفردية معناها شوف معناها ربما ان شاء الله ياخذوا درس من امرأة فهمتني لا كيفاش معناها تاخذ طيارة وتاخذ تمشي تلعب وتمشي كذا فهمتني لا على كاستها وما طلبت حتى حد وما ما هيش طالبة حتى شيء زاد فهمتني لا ما طالبة حتى شيء. معنى ونقولوا راهو ان شاء الله سلطة الإشراف اللي هي الوزارة والجامعة معناها معناها لفتة صغيرة لهذه الشباب هذوما راهم مازالوا صغار، مازالوا راهم حتى هما ما عندهم الشغل معناها مستقر، معناها الميزانيه نتاعهم ضعيفه ياسر، ما فيها باس هذا حتى هما لفته. علاش وقت اللي خذات ميداليه ذهبيه علاش مثلا الوزاره ما تعطيش مثلا بريم، احنا نقولوا فهمتني ولا حتى فهمتني ولا معنويا تعاونوا برشا ولا عوض لها الطياره نتاعها، هذا اقل شيء تعمل. فاحنا هذا نقولوه فهمتني ولا شو اسمه للوزاره. هذا هو. كلمه الختام معك سي صادق، خلينا نختموا معك. شكرا لك على وجودك. نحب نقول الاهداف نتاع الرياض بسرعه لانه كما تراش مانع اقل من دقيقه. اقل من دقيقه. احنا اهداف وغايه البطوله اكتساب الخبره في تنظيم البطولات الدوليه استعدادا لتحضير البطولات العالم. الارتقاء بالمستوى الفني للاعب